مهاجر جديد لأمريكا وشايف الدنيا جميلة في كل حاجة، ولكن الناس في أمريكا عمال يقولوا الاقتصاد تعبان والمشاكل كتيرة والتضخم عالي جدا ومش عارفين نعمل ايه. الحياة بقت صعبة والشغل قليل والدنيا منيلة بنيلة. كلام كتير بتسمعه دلوقتي، بالإضافة للكلام عن مشاكل العقارات اللي بقت موجودة وشهيرة جدا في أمريكا دلوقتي. طب ايه، اهاجر امريكا ولا الدنيا عامله ازاي؟ هلاقي مكان، هلاقي شغل، ولا الدنيا هتبقى مقفوله قدامي؟ الحقيقه الوضع سيء جدا في امريكا، ودي حاجه كل الناس عارفاها من العيشه هنا في امريكا دلوقتي. في ناس ممكن يبقى دخلها كويس عشان شغل معين او حاجه معينه، وده حاجه كويسه، ولكن مش كل الناس، دي نسبه صغيره من اغلبيه الناس اللي عايشه في البلد. الحياه بقت غاليه جدا، وبقت اسعار الاكل اللي كان دايما رخيص في امريكا غالي جدا دلوقتي، بالاضافه لتكاليف الحياه الكتير اللي كل يوم بتزيد. خلي بالك انت بتدفع هنا ارقام كبيره، مش زي مثلا مصر او بلادنا ان انت لو عندك شقه مثلا بتاعتك فانت خلاص ما بتدفعش عليها حاجه غير شويه كهرباء وشويه حاجات بسيطه. الموضوع هنا مش كده خالص. انت لو عندك بيت وانت مخلص كل الفلوس بتاعته اللي عليه، فانت لسه مطالب انك تدفع حاجات كتيره تانية عليه، من ضمنها الضريبه العقاريه وقصص تانية كتيره. في امريكا حتى لو انت جيت برقم كبير ليها وما اشتغلتش وما عملتش فلوس، في الاخر الفلوس ديت هتخلص بكل سهوله. اعرف ناس انا شخصيا جم بارقام كبيره والفلوس خلصت بكل سهوله، يعني الموضوع ما خدش شهور وكانت الفلوس ديت خلصانه. فانت لو عايز تنجح هنا محتاج تشتغل وتتعب وتشقى عشان توصل للنجاح دوت وتعمله لنفسك. في حاجات كتيره جدا ممكن تفيدك في القصه ديت، اهمها الشغل الحرفي. الشغل الحرفي من الحاجات الممتازه جدا في الدفع هنا في امريكا. يعني انت لو ميكانيكي، او انت واحد مثلا بنا، او انت واحد تشتغل في السباكه، او انت واحد تعرف تشتغل في التكييفات والتبريدات والحاجات دي، فانت المجال قدامك هنا في امريكا. ولو انت مش كده خش اتعلم. التعليم في الحاجات دي في مصر ارخص بكتير من امريكا. لما تيجي امريكا لازم تدخل برضه مدرسه تاني عشان تاخد شهاده وتطلع رخصه بعد كده، فتقدر تشتغل في المجال دوت فيها. الموضوع هنا بياخد وقت وتكاليف كتيرة، ولكن يوم ما تشتغل وتبدأ تعمل فلوس تعرف قد ايه انت استفدت من الموضوع. فلوس الحاجات دي كويسة جدا وممتازة. طب غير الحاجات ديت انا بشتغل في حاجة تانية، انا ممكن بشتغل في التمريض. التمريض من الحاجات المطلوبة جدا في امريكا، ولكن لازم تدخل تدرس هنا عشان تعمل معادلة وتقدر تشتغل في الاخر في امريكا. مش اي حد بيشتغل في التمريض في اي حتة في العالم بيقدر يجي يشتغل في امريكا. بالعكس، انت عارف ان في ناس مثلا بيبقى معاهم رخص للتمريض في نيويورك ما بيقدرش يشتغل في ولاية تانية من غير ما يكون مطلع رخصة تسمح له بدوت. كان في بعض الاستثناءات ايام الكوفيد عشان كان في ازمة كبيرة، لكن الموضوع دوت مش موجود في امريكا. محتاج ان انت تكون مصرح ليك عشان تشتغل في الولاية اللي تشتغل فيها. ولكن التمريض من الحاجات الحلوة قوي اللي بتعمل فلوس حلوة، والاوفر تايم بتاعها ممتاز، تعب كتير ولكن فلوس ممتازة. خصوصا بقى لو انت اجتهدت وكملت بعد كده دراسة عشان تكمل في الطب، والحاجات ديت ناس كتيرة بتعملها وبتشتغل بيها. وانا قابلت شخصيا ناس من التمريض بيكملوا طب عشان يشتغلوا ويبقوا دكاترة في الاخر. الدكاترة من احسن الناس اللي بيعملوا فلوس هنا في امريكا على فكرة. طيب انا ما بحبش الحاجات ديت، انا عايز اشتغل في حاجة مكتبية. في شغل كتير يا ريس حسب التخصص اللي انت عايزه. في حاجات مثلا ماليه، وده شغل كتير جدا موجود في حاجات كتيره وممكن تخش تدرسه، بس لازم طبعا تطور اللغه بتاعتك. في شركات كبيره اللي بيشتغل مع البورصه، واللي بيشتغل مع الاسواق الماليه، واللي بيشتغل في التسهيلات البنكيه والقروض والكريدت كارد والكلام دوت، وحاجات كتيره جدا يعني. خلي بالك التيلر او اللي بيشتغل ان هو بيصرف لك فلوس وحاجات زي كده في البنوك، دي شغلانه ما بتجيبش فلوس كتيره. في ناس بتحبها عشان منظر وعشان حاجات كتيره لطيفه، لكن انت مش هتعمل فيها دخل كويس. الشغل المالي اللي بجد ان انت تاخد شهادة وتقدر تشتغل جوه البنك نفسه، يعني مش في الفرع، لا بالعكس، تشتغل في حاجة مالية خاصة بالتحليلات والحاجات دي. وناس كتيرة جدا هنا بتشتغل في الحاجات دي وبتعمل فلوس كويسة على فكرة. طب انا ما بحبش الحاجات دي، انا بحب ابيع بقى واعمل شوية بيزنس هنا وهناك. البيزنس في الوقت الحالي في امريكا سيء جدا. اصحاب البيزنس بيعانوا، اصحاب البيزنس حرفيا بيحاولوا يمشوا امورهم عشان ما يطلعوش من البيزنس. في اغلب القطاعات الموجودة في امريكا حاليا الدنيا مش لطيفة. انت ما تجيش تدخل نفسك في حاجة فيها مشكلة في الوقت الحالي لغاية لما الاقتصاد يتحسن تاني، لان انت لما بتخسر هنا في امريكا بتخسر كتير، بتخسر كتير قوي. فما تفكرش تعمل حاجة قبل ما تاخد خبرة وتبقى عارف انت بتعمل ايه وتبقى متأكد ان انت هتطلع فلوس منها. عربيات الاكل من اكتر الامثله اللي مشهوره جدا، اللي الناس كتيره بتحب تشتغلها وتشتغل في البيزنس بتاعها وتجيب عربيه واثنين وثلاثه ويمشوا امورهم والحياه تبقى لطيفه. البيزنس ده كان بيعمل فلوس حلوه قوي زمان، بس ما عادش زي الاول في الفتره الحاليه، لان الاقتصاد تعبان، الناس معهاش فلوس عشان تروح تاكل بره. بقى الشعب الامريكي اللي كان بينزل كل يوم يجيب قهوه من بره ويجيب فطار من الحته الفلانيه والحته العلانيه والغدا بتاعه بره والعشاء بتاعه بره،
الموضوع بدأ يتغير، الناس بدأت تفكر ان هي تجيب اكل معاها من البيت بسبب الوضع الاقتصادي التعبان، غير الناس اللي بتسيب وظائفها وبتفقد عملها فبتأثر على الوضع. كمان حتى موضوع السياحة اللي مضروبة دلوقتي في امريكا مأثرة على الناس دي بشكل كبير. فده بيزنس ناجح هنا في امريكا وناس كتيرة بتشتغل، ولكن حاليا الوضع بتاعه صعب جدا. فانا عايز اقول لك ما تفكرش تدخل في البيزنس الا لما تكون متاكد ان انت هتكسب منه 100%، واشتغل بايدك واشتغل عند الناس لغايه لما تتعلم وتفهم النظام هنا في امريكا، لان كل حاجه ليها طريقه ونظام وقانون هنا في امريكا. ما ينفعش اي حد يحط فرش في الشارع كده ويبيع، تدخل نفسك في كارثه كبيره لان المخالفات كبيره جدا هنا في امريكا. انا راجل بتاع كمبيوتر وبشتغل في حاجات الخاصه بالكمبيوتر في المجالات الكتيره بتاعته. يا حبيبي امريكا المجال بتاعك والدنيا بتاعتك، لكن عايز تشتغل بجد ابعد عن المدن الكبيره اللي فيها منافسه كبيره، عشان هتلاقي الموضوع صعب جدا ان انت تدخل. وادخل حتى لو دخلت انتري ليفل، ادخل اي حاجه بس المهم تدخل في شركه عشان تاخد خبره وتكمل. المجال مفتوح في حتت كتيره جدا في امريكا، خصوصا في الولايات اللي ما فيهاش تمركزات كتيره من المهاجرين. سوق العمل هناك مفتوح والمنافسه اقل بكتير من الاماكن اللي فيها ضغط كبير. طب انا بصلح كمبيوترات وبصلح لابتوبات وبصلح تليفونات وبعمل الشغل الجميل دوت والدنيا لطيفه في مصر، اقدر اجي اشتغله في امريكا؟ في ناس بتشتغل الحاجات ديت ولكن الشغل بتاعها قليل جدا والارباح بتاعتها مش كبيره والضغط عليها مش كبير، بتشتغل اكتر في الاماكن الفقيره نسبيا، الناس فيها بشكل اكبر بيفكروا ان هم يصلحوا، لكن اغلب الامريكان دايما بيفكروا ان هم يشتروا جديد لو في مشكله في جهاز، لان الموضوع سهل جدا ان هو يروح يبدل التليفون بتاعه في اي محل خاص بشبكات التليفون ويدفع قسط شهري على تليفون جديد والموضوع خلص وانتهينا. ليه دخل نفسه في الفيلم دوت؟ فانت ما تفكرش تخش بيزنس ميت، فكر في شغل يدخلك فلوس يا معلم. الحياة هنا كبيرة، الوضع صعب جدا دلوقتي، ولكن اللي عايز ينجح هينجح. لازم تكافح عشان تقدر توصل لحلمك. كل التوفيق للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.